ازيكم يا ستات الحلوين؟ جايبه لكم النهارده وصفه قمر بجد، هتحبوها قوي يعني خلاص. بصوا، هتدمنوها وهتعملوها على طول باستمرار لانها سهله، ما بتاخدش اي وقت، بسيطه. عايزه اقول لكم مكوناتها كلها موجوده في البيت ان شاء الله، وبسيطه جدا جدا جدا، مش مستاهله السعر الاوفر اللي بيبيعوها محلات الحلوانيه بيها. عايزه اقول لكم كمان اضاءه ظلماها عشان اللمبه اللي انا وانا بصور انحرقت، اللي هي فوق مني مباشره، وطعمها كان مش قادره اقول لكم رهيبه. بصوا معايا، مكونات سهله وبسيطه: كوبايه الا ربع من الزبده الصفراء او السمنه، اي حاجه عندكم، 50 جرام من السكر البودره، كوبايه وتلت من الدقيق متعدد الاستخدام، مجربينه اكتر من مره وعارفين نوعه ومصدره. معانا بقى نص كوبايه من دقيق السميد او السمولينا، الفرط اللي معلوش اي مكونات. وحدوا بقى المعيار، الكوبايه بتاعتكم اللي انتوا عايزينها استخدموها، يعني الكوبايه المعياريه او كوبايه المج الشاي العادي براحتكم. هستخدم بيضه واحده بس، وهقول لكم التانية هنستخدمها في ايه. ظرف واحد من الفانيليا، ممكن تستخدموا فانيليا سائله عادي جدا. البودر ده ناخد منه معلقه صغيره ممسوحه، البيكنج باودر ده. بصوا هتكلم تاني على المكونات وانا شغاله. انا بقى عندي دلوقتي هشتغل في الزبده، لازم هضربها كويس لغايه ما انعمها واخليها لينه، ولونها طبعا هيتغير، وهيبقى لونها ابيض وفاتح وهشه جدا، توصل لقوام الكريمه كده. ولو عايزه تستخدمي مضرب السلك مفيش مشكله، بس هتغلبك شويه، فهقولك على حاجه تركيه تعمليها. بص، انا هنا ضفت السكر البودره، 50 جرام من السكر بودرة. طب هتعملي ايه بقى لو مش عندك مضرب كهرباء؟ هتخلي الزبده تلين، يعني تفك تسيح بس ما تبقاش سخنه. سخنت خلاص باظت منك، تبقى فكه ولينه كده، بس في نفس الوقت يعني مش سخنه. بيضه واحده بس، وعليها ظرف من الفانيليا. هنخفق كده لغايه ما البيضه تختفي خالص، مش هنخفق كتير، تختفي بس، وهنوقف الضرب. شايفين؟ سهله وبسيطه جدا، مش محتاجه اي حاجه، والله بجد يا جماعه طعمها احلى كمان من المحلات، يعني الف مره بجد. حطيت نص كوبايه السميد، وهحط كوبايه وتلت من الدقيق، بس انا هنزل بالكوبايه الاول، وبعد كده تلت الكوبايه دي هخليها حاجه حاجه. هاخد معلقه صغيره ممسوحه، ما تحاولوش تكتروا في البودر او البيكنج باودر، علشان هينفش معاكي، لانها كده كده اصلا حجمها بيتضاعف وانتي بتسويها في الفرن. انا ببس الدقيق وبنزل حبه حبه، طول ما هي بتلزق في ايدي انا بنزل بالدقيق حبه حبه، يعني انا نزلت بالكوبايه كلها كامله، والتلت الدقيق الباقي فضلت انزل حبه حبه لحد ما بقت متماسكه معايا وما بتلزقش. بعملها بكوره كده وبحاول اعجنها، بصوا ما بتشققش. هو ده سمك القوام اللي انا عايزاه. دي صينيه مش مدهونه اي حاجه، مش هدهنها اي حاجه، هي اصلا فيها الزبده بتاعتها. لو انت مش متاكده ان الصينيه بتاعتك نوعها كويس، ممكن تديها مسحه من الزيت. بكورها، ده الشكل المتعارف عليه حاليا، الناس يعني خلاص بقى فاض بيها، كور كور كده وخلاص. بس انت بقى اول ما طلعت الرموش كانت بالشكل اللي انا هعمله معاكم دلوقتي ده، وهي شبه العين بالظبط. باخدها حجمها اكبر من البليه سيكه صغنونه، وبرجع اعملها اسطوانيه وببططها بايدي